بسم الله الرحمن الرحيم. آه انا مش عارف هل انتوا سامعيني ولا الصوت واضح ولا لا. بس اتمنى ان هو يكون الصوت واضح يعني. ولان الموضوع اللي انا طالع اتكلم فيه دوت هيقابل كل الناس، مش هيقابل بقى فئة معينة، ومش هيقابل ناس معينين. لا لا لا، ده كل الشعب المصري بالكامل بالكامل هيمر باللي انا هقوله ده بالظبط. لو الصوت واضح، بس اتمنى ان انتوا تكتبوا لي كومنت ان الصوت واضح، وحاولوا تشيروا الفيديو دوت في يعني لكل الناس عشان الناس تعرف بالظبط ايه اللي هم هيقابلوه على ارض الواقع. طبعا سمعنا عن الايام اللي فاتت عن موضوع حاجه اسمها تسجيل العقارات في الشهر العقاري والكلام ده كله، وان البيوت محلات اراضي كل شيء لازم يتسجل في الشهر العقاري. ده غير موضوع المصالحات، ويقول لك ده قانون لحد 8 مارس والكلام كده مش مفهوم. ايه الموضوع ده باختصار؟ الموضوع باختصار ان في قانون للاسف اقره اعضاء مجلس النواب الموقرين، وللانصاف مش اعضاء مجلس النواب الحاليين، ولكن الدوره اللي فاتت اللي هي انتهت في سبتمبر 2020، حاجه اسمها ان كل البيوت وكل الشقق وكل العقارات وكل الاراضي اللي انت شاريها، مش اللي هي لسه هتتبنى، لا لا لا، ده اللي انت شاريها. كل العقارات اللي في مصر لازم تكون مسجله في الشهر العقاري. ولو ما اتسجلتش لسه ما قالوش ايه اللي هيحصل بالظبط. طيب، وبعد كده طلعوا كذا مره في اي لقاء تلفزيوني، في لقاءات تلفزيونيه بانت قالوا ان يوم 8 مارس ده هيكون اخر يوم لميعاد التسجيل حاجه اسمها صحه التوقيع. يعني قبل كده زمان لما انت كنت بتحب تشتري شقه او تبيع شقه، كان الناس بتعمل ايه؟ بيعملوا عقد ابتدائي، وبعد كده العقد دوت بيعملوا ليه حاجه اسمها صحه توقيع في المحكمه، حاجه قانوني جدا في المحكمه. يعني مش حاجه مخالفه مثلا انك انت تبني مخالف او الكلام ده كله. حلو. اقول لك لا، من يوم 8 مارس مش هيتعمل حاجه بقى اسمها صحه توقيع، لازم أن يكون التسجيل في الشهر العقاري. ماشي يا سيدي، احنا موافقين، مفيش ادنى مشكله. طب الناس بقى اللي هم اللي معاهم عقود، يعني نقول مثلا هل القرار ده بعد البيع والشراء اللي بعد 8 مارس ولا اللي قبليه؟ قال لك لا، ده شامل بقى على الكل. شامل على الكل ازاي؟ قال لك ان الموضوع من اي عقار، لو انت مش العقد اللي معاك بتاع البيت ده مش متسجل في الشهر العقاري، لازم تروح تسجله في الشهر العقاري. ماشي، نقول ماشي. ونروح بقى ايه، نشوف بقى موضوع الشهر العقاري بقى التسجيل كام. طلعوا بقى على التلفزيون امبارح او اول امبارح يقول لك ايه، ان التكاليف بتاعه التسجيل في الشهر العقاري اقل حاجه 500 جنيه، واكتر حاجه 2000 جنيه. حلو، طيب ماشي، مفيش مشكله، سهله مقدور عليها. اسمعوا بقى التكاليف علشان تعرف تسجل شقتك في الشهر العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه سيادتك بتعملها ان انت بتروح بتقدم طلب للشهر العقاري، بتدفع فعلا رسم الطلب اللي هم قالوا عليه على حسب مساحه الوحده، ومقسمين مساحه الوحده 3 اجزاء. لو الشقه اقل من 100 متر هتدفع 500 جنيه، انما لو الشقه اكتر يعني من 100 متر واكتر هتدفع 1000 جنيه. تمام تمام. احنا كده سجلنا؟ لا لسه. في حاجة اسمها تصديق نقابة المحامين على العقد بنسبة 1%. يعني بنسبة 1% من قيمة العقد. يعني لو مثلا شقتك ب 100 متر مثلا، وخلينا نتكلم على شقة زي شقتي مثلا، لو الشقة ديت ب 100 متر 100 متر، هنكون مثلا قيمة العقد اللي فيها وليكن فرضا اللي هي ب 200,000، يبقى انت هتدفع 1% عشان تاخد تصديق من نقابة المحاميين على العقد ده. هتدفع عليه ال 200,000 دول، هتدفع 2000 جنيه، غير الألف جنيه اللي احنا دفعناهم في الأول بتاع التقديم على الشهر العقاري. لحد كده تمام؟ لا لسه. في حاجة اسمها ضريبة التصرفات. تصرفات 2.5% من قيمة العقد. ضريبة التصرفات ديت على البائع ولا على المشتري؟ لا، هي المفروض على البائع. طب انا واحد اشتريت البيت دوت من 30 40 سنة، هجيب البائع منين ان هو يدفع ضريبة التصرفات اللي 2.5%؟ حلني. فانت علشان تسجل في الشهر العقاري لازم تدفعها، فانت ادفعها وبعد كده بقى شوف البائع بقى يبقى خدهم منه. تمام. 2.5% من اصل 200,000 يعني كام بالظبط كده؟ يعني حوالي 5000 جنيه. كده سجلنا؟ لا لسه. في حاجة تانية اسمها رسم مساحة. رسم المساحة ديت تكاليفها 190 جنيه لو الشقة أقل من 100 متر، ولو الشقة أكتر من 100 متر يبقى احنا هندفع 380 جنيه، ولو أكتر من 200 متر هندفع 570 جنيه. واحنا برضو يعني كده خلاص احنا كده سجلنا؟ لا لسه. في حاجة اسمها رسم هندسي.
رسمها يعني البيت، سبحان الله البيت الشقه اللي انت شاريها معمول لها رسم هندسي كل حاجه، لا هتعمل رسم هندسي تاني ده هيتكلف حوالي 1000 جنيه. تمام، وقدامك حل من الاثنين عشان تعمل الرسم الهندسي ده، يا اما تعمله في مكتب هندسي معتمد وتمشي حالك مع الاستاذ اللي هو المهندس بتاع المساحه عشان يعتمده، او تتفق مع مهندس المساحه اساسا من الاساس ان هو بقى ايه يعمله ويعتمده هو بمعرفته بقى ويخلص الورق كله. يعني بالظبط التكلفه دي كلفت حوالي 2000 جنيه. طيب لحد هنا خلاص سجلنا كده؟ لا لسه، بعد ما المساحه ديت، بعد ما المساحه ما هتخلص هتعمل حاجه اسمها كشف تحديد، هتروح ترفع بقى دعوه في المحكمه، هتدفع رسوم حسب قيمه العقد. طيب ايه الرسوم ديت؟ عباره عن ايه؟ ضريبه ودمغه واتعاب محاماه ورسم دعوه في حدود من 500 ل 1000 جنيه على حسب قيمه العقد، وليكن هناخد المتوسط 750 جنيه. وبعد كده هتروح بقى الشهر العقاري هتدفع حاجه اسمها الامانه القضائيه. طب ايه الامانه القضائيه ديت بقى؟ الامانه القضائيه دي رسوم تحت حساب شهر الحكم، هتدفع 75% منها، والباقي لما الحكم يطلع وتيجي تسجله هتدفع ال 25%. طب دي قيمتها كام؟ 45 جنيه لكل 1000. يعني لو قلنا ان الشقه ب 200000 هتدفع 45 في 200 لانها 200000، هتطلع القيمه حوالي 9000 جنيه. فسيادتك هتدفع في البدايه 75% منهم اللي هم 6750 في الشهر العقاري، وبعد كده هتدفع 2250 بعد الحكم. كده سجلنا؟ لا لسه، في بقى انت المصاريف اللي انت دفعتها كده هي دي كل المصاريف. في بقى نقطة، لو ربنا كرمك وخلصت القصة دي كلها في أقل من سنة ورفعت الدعوة وأخدت حكم، يبقى أنت كده هتروح تسجل الحكم وتدفع باقي الأمانة القضائية اللي هي ال 25% على حسب ما احنا زي ما قلنا، تمام، اللي هي 1250. أما بقى لو أنت ما خلصتش في سنة هتضطر إنك أنت تعيد الكرة ديت من جديد، ما عدا حاجة واحدة بس اللي هو التصديق بتاع نقابة المحامين اللي هو الواحد في المية الأول من قيمة العقد، بس الباقي كله هتروح تدفعه تاني من أول وجديد. إيه ده؟ انا جيت حسبت التكلفه بتاعه التسجيل بالظبط. لو شقه 100 متر، هتدفع حوالي 20000 جنيه. هو في ايه؟ انا عايز افهم بجد في ايه؟ يعني ليه؟ يعني موضوع قانون التصالح لما طلع وان الناس اشترت من زمان وسجلت وبتاع، وكان في فساد في المحليات لحد ما دخلنا مرافق ميه وكهرباء وغاز وكل شيء، ونقول الدولة عايزة تتطور والدولة عايزة تسيطر على كل العقارات عشان الخدمات اللي تقدم العقارات ديت، وكلنا نتحمل أخطاء الماضي وندفع مصالحات ونقول ماشي. عايز تعمل نظام منظم وتطوير فعلا في العقارات، فانت عايز يكون التسجيل عن طريق الشهر العقاري عشان تعرف بالظبط تحسب الضرائب على العقارات. طب طبقها على اللي لسه جديد، طبقها على الناس اللي هم لسه بيبنوا ولسه هيعملوا ولسه من جديد. انما انت عندك ناس بانيين، مصر كلها 95% من الناس فعلا معظم او كل املاكهم كلها عن طريق صحة توقيع من المحكمة، الناس كانت شغالة قانوني. فليه حضرتك تيجي تغير القانون وتخلي يعني الموضوع دوت مبقاش يمس شريحة معينة او حاجة معينة، لا دي بقت تمس كل الناس، كل اللي قاعدين في البيوت هيروحوا عشان يسجلوا في الشهر العقاري تاني، ويقول لك صحة التوقيع لا يعتد بيه. في عرف مين ده؟ انا عايز اعرف ده في عرف مين؟ يعني انا اروح انا شقتي اشتريت في المخالف، بالرغم ان انا من زمان الكلام دوت من 10 سنين 12 سنه، بس انا كنت مدخل المرافق كلها، فتجبرني ان انا اروح ادفع مصالحه. ماشي يا سيدي اوكي، علشان يبقى انا كده ايه، تعرف ما يكونش فيه صرف طافح، الكهرباء ما تقطعش، إيه الدوله تاخد حقها وانا اخد حقي، مع ان ده في الاول كان من غلط الدوله من غلط المسؤولين، بس نقول ماشي كلنا بنبني مصر مع بعضها. انما انا واحد قاعد في مرخص وقاعد في ملكي وقاعد في حاجتي، اروح يعني وكنت مسجل قانوني، مفيش اي شيء ما كانش مش قانوني، كل شيء كان يعني قانوني فعلا حرفيا، اروح اعمل تسجيل في الشهر العقاري تاني وادفع حوالي 20000 كمان. يا جماعه انتوا عايزين توصلونا لايه بجد؟ احنا يعني الناس المسؤوله او الوزراء او اعضاء مجلس النواب اللي وافقوا على قرار زي ده وافقوا عليه بناء على اساس ايه؟ ازاي دول اعضاء مجلس نواب؟ ولما تيجي تتكلم مع اي عضو مجلس نواب دلوقتي بيقول لك احنا لسه قاعدين عمالين ندرس الموضوع. تدرس الموضوع على ايه؟ ندرس الموضوع على ايه؟ اي حد مشكك في كلامي ينزل يروح الشهر العقاري بكره ويروح يقول لهم انا عايز اسجل الشقه بتاعتي، لو طلع فيه اختلاف عن اللي انا بقوله تعالوا حاسبوني وقولوا لي اللي انا بكذب.
كل حرف من اللي انا بقوله ده فعلا حقيقي وبيحصل. عشان كده محدش عايز يوضح كل حاجه قدام الناس عشان تروح تتصدم. هم ما كتبوش ان اقل شقه هتدفع لها في الطلب في الشهر العقاري من 500 جنيه واعلى شقه 2000 جنيه. ده حقيقي، دي البدايه، دي البدايه. تصديق نقابه المحامين، رسم هندسي، ومش عارف امانه قضائيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه انا قاعد في مرخص، قاعد في ملكي، قاعد في حاجتي؟ طيب بالنسبه للناس بقى اللي هم مثلا اشتروا اساسا بيت، البيت ده او اشتروا حته ارض متسجله في الشهر العقاري، حلو الكلام، وهم اشتروها وبنوا عليها مثلا، مش مخالف، بنوا عليها مثلا على حسب اقصى ارتفاع دور دورين ثلاثه، ما طلعوش مخالف. هل الناس ديت برضه هتدفع ضريبه شهر عقاري؟ هتدفع، لان اللي كان متسجل في الشهر العقاري الارض مش المبنى. الارض مش المبنى. يعني انت هتدفع على العقار اللي انت بنيه فوق الارض المتسجله ديت، هتسجل برضه العقار دوت في الشهر العقاري. ده يرضي حد؟ ادي الموضوع بكل بساطه، ادي الموضوع قدام العامه كلها. لو ده يرضي اعضاء مجلس النواب اللي دلوقتي موجودين، انا مش موافق، والناس كلها مش موافقه. حرام، حرام فعلا. احنا كشباب، واحد لسه عايز يكون نفسه، عايز يكون مستقبله، هيعمل ايه؟ انا علشان ادفع بصالح 35,000 ومروح ادافع 20,000 في بيت ملكي وبيت بتاعي وانا اللي شاريه وفي قانوني وكل حاجه. ليه الناس ما بقتش مستحمله؟ اقسم بالله العظيم الناس ما بقتش مستحمله خلاص. الناس كلها يعني ماشيه بتشحت، اقسم بالله العظيم كلنا ماشيين بنشحت. هنوصل لحد ايه الله اعلم. عموما انا حبيت اوضح للناس كلها ايه التكاليف بالظبط اللي انتوا تدفعوها في تسجيل شهر العقاري، والى الله المشتكى. يلا، السلام عليكم.